الخبر الثاني اللي حبيت نتكلم عليه طبعا بالنسبة لي ملف السيارات. ملف السيارات راسلني واحد الأخ قبل البث وقال لي يا بن سديرة إذا كانت تقدر تتكلم لنا على عندنا أزمة تاع سيارات، شارين سيارات الآن صار لهم أكثر من سنة، خلصوا وما جابوهمش. الشركات كاين 3 شركات اللي تستورد سيارات من الخارج، عندهم تصريح من مصالح الدولة وزارة الصناعة أنهم يستوردوا، اللي هما شركة جيلي وشركة شيري وشركة أوبل. هذو قال لك من المفروض عندهم اعتماد في الجزائر أنهم يستوردوا ويبيعوا السيارات، لكن توقفوا الآن، وقفوهم. صار مشكل في قضية تحويل الأموال للخارج، صار مشكل مع البنك المركزي وكاين مشكل، إذا توقفت العملية. بالرغم من أنه هذه الشركات وخاصة شركة جيلي خلصت على الناس، خلصوا عليهم، داو عليهم دراهم مسبق، واحد داو من عنده 50 مليون، واحد 60، واحد 100 مليون حسب السيارة، عربون يعني داو عليهم عربون على أساس أنهم السيارات راهم داخلين، والسيارات لحد الآن راهم معطلينهم شهر شهرين 3 10 شهور، راهم في عام ما كان والو. إذا أين السبب؟ أين الخلل؟ أين الخلل ومن المتسبب؟ حلوا المشكل هذا. إذا كان المشكل في وزارة الصناعة حلوا المشكل، إذا كان المشكل في البنك المركزي حلوا المشكل، ما تعطلوش الناس. لأنه قالوا لنا روحوا تدوا دراهمكم يا صاحبي، العام اللي فات عطيتك مليون 100 مليون ولا عطيتك 50 مليون وقاعد نستنى فيك، ضيعت لي وقتي وهبط لي من سعر الدينار. العام اللي فات الأورو كان مش عارف أنا ب 22 و 23، الآن راهو ب 25 و 26. الفارق هذا والخسارة شكون اللي خلصها لي؟ عطلتني وضيعت لي وقتي وما عنديش الوقت دركا باش نروح نحوس. شريت عليك يا خويا تجيب لي السيارة، عندك